السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا اماراتي؟ عاملين ايه النهارده؟ ان شاء الله النهارده هنعمل مع بعض اطعم بانيه كداب واسرع بانيه كداب ممكن تشوفي في حياتك، ببيضتين وبصلايه بس. مش هنحتاج ولا عدس ولا حمص ولا فول صويا ولا برغل ولا اي مكون تاني غير البيضتين والبصلايه. هنشوف ان شاء الله هنعمل مع بعض ايه. بس بالله عليكم يا بنات، الوصفة دي ان شاء الله اللي يجربها وتعجبه بالله عليكم ادعوا لزوجي بالشفاء العاجل لاني محتاجة الدعوة دي جدا، وربنا يكرمكم يا رب. طيب دلوقتي هنبتدي. هنا انا كنت بدأت ابشر البصلاية على المبشرة الجميلة بتاعتي ام 15 جنيه. اللي ما اتفرجش على فيديو المشتريات يجري يتفرج عليه، بجد حاجات هتعجبه جدا. المهم انا بشرتها كويس جدا. بعد كده بعد ما هبشرها في طاسة سخنة على النار هحط حبة زيت وهنزل. انا عايزة بس البصلاية تتبل، اديها تشويحة بحيث ان هي تتبل مش تتحمر. عايزاها تتبل، وبعد ما هتتبل هطلعها من على النار واحط عليها اتبلها بحبة ملح وفلفل اسود بس، واحطها في طبق واسيبها تبرد على جنب. مش هعمل اكتر من كده. تمام. انا حطيتها في طبق عشان اسرع من عملية التبريد، واثناء ما هي ما بتبرد هجهز معايا خليط الفيجيتار بتاعي لان للاسف كان الفيجيتار عندي خلصان. فعملت حبة فيجيتار كده على السريع. جبت طبق فاضي، بولة فاضية، وحطيت فيها حبة بقسماط وحبة شطة وملح وحبة نشا. ولو عندك مرق الدجاج فورية ضيفيها برضو على الخليط ده، هيديها طعم جميل. ويستحسن ان انت تستخدمي الفيجيتار، بس لو ما عندكيش الفيجيتار ده البديل السريع بتاع الفيجيتار. تمام. وجبت طبق فاضي، للاسف افتكاسه شفتها على النت وطلعت فاشله جدا لان انا ما كانش عندي غير البيضتين دول، اخر بيضتين. فقالوا تعملي خليط ميه بالنشا كبديل للبيض، وطبعا افتكاسه وحشه جدا خلت الكراست اللي معايا يفك. قدر الله ما شاء فعل. المهم نزلت بالبيضتين على البصل اللي برد، وحطيت برضو حبه فلفل، وفي نفس الطاسه مكان البصل نزلت بخليط البيض والبصل، اكنك بتعملي قرص اومليت بالظبط. اتعاملي معاه معاملة الاومليت. تمام. حطي شوية زيت صغيرين وانزلي بالبيض. انا سبته يتغطى بس للاسف اخد مني لون شوية عشان كانت بنتي في اللحظة دي بتعيط، فانا جريت عليه ورحت لها، فاخد لون من تحت سنة زيادة. بس انتي ما تسيبهوش يوصل للمرحلة دي. خليه بس يستوي ونزليه في خليط البيض وخليط البقسماط. طبعا ده مش خليط بيض اللي انا عاملاه، ده خليط المية بالنشا، بس اوعي تعملي كده. استبدلي المية بالنشا دي بالبيض عادي، اتعاملي معاه معاملة البانيه. تمام. اهو قطعته كده، قطعي اي شكل انت عايزاه، نزليه في البيض وبعد كده في البقسماط، وهكذا. اخر واحدة معايا عملتها برضو حطيتها في خليط البيض وبعد كده في خليط البقسماط. تمام. وبعد كده هروح احمرها معاملة البانيه بالظبط. بعد ما حمرتها هيطلع ده الشكل النهائي، بس للاسف زي ما قلتلك الكراست اللي معايا او الطبقة الخارجية كانت مفكوكة بسبب افتكاسة المياه بالنشا اللي شفتها من على النت. ده شكله من جوه طعم جدا جدا جدا. جربيه وان شاء الله هيعجبك. آه هو فعلا في شبه كبير جدا من البانيه. لو عجبتك الفكرة ما تنسيش تدعي لزوجي بالشفاء العاجل، وتدعي لأولادي دعوة حلوة. وما ننساش نقول دعاء ختام المجلس: سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. والسلام عليكم.